حاجتين ندمانه عليهم في الفيزياء، ولو رجع بيا الزمن مش هعملهم. اول حاجه فيهم هي ان انا اخدت مع مستر شرحه كان عالي شويه فوق مستوى تفكيري انا شخصيا، فما كنتش بفهم منه كويس، وكنت حاسه ان انا مش عارفه احل ولا فاهمه المنهج. بس كنت بكمل معاه علشان خاطر صحابي كلهم معاه، كل ما اسال حد يقول لي لا مش هنسيبه ابدا ما نقدرش، وبيقولوا ان هو ممتاز ما ينفعش نسيبه واسئلته حلوه. انا ما انكرش ان اسئلته كانت حلوه وان هو فعلا ممتاز، بس انا ما كنتش بفهم منه. وده مش عيب في المستر او في عيب فيا، كل واحد فينا بيفهم من شرح مختلف عن التاني، مش شرط ان شرح المدرس ده كله يفهم منه مهما كان شرحه حلو، ممكن تلاقي ناس مش فاهمين منه، وده مش عيب في المستر او عيب في الشخص نفسه، لا هو بيبقى حاجه كده من عند ربنا، ولازم كل واحد عشان كده يدور على اللي بيفهم منه. وانا غلطتي ان انا فضلت مستمره مع المستر لحد ما خلص الباب التاني، وانا كنت ضايعه في الباب الاول والتاني، وكنت بعمل ريدو كتير جدا. فبعدها قررت، وده كان احسن قرار عملته في الفيزياء، وهو ان انا اروح مع مستر بفهم من شرحه كويس بعيدا عن الاسئله والحل. المستر فعلا اللي انا رحت عنده ده كان شرحه تحفه بالنسبه لي، وكنت بفهم منه جدا، ما كانش بيحل اسئله في مستوى المستر التاني، بس انا قررت وقتها ان انا طالما انا فاهمه انا هحل لوحدي في كتب خارجيه. وفعلا لما لقيت نفسي بدات افهم كويس، بدات استوعب المنهج كويس، من الباب التالت ده كنت حاسه ان انا حباه رغم ان انا كنت بكره الفيزياء كلها، وبدات اعرف ان انا احل كويس، وبدات فعلا احل في الكتاب الخارجي، وبقيت احل اسئله الدرس كله من اوله لاخره في كتاب الامتحان. في المراجعه النهائيه رجعت للمستر الاولاني علشان في المراجعه الحل اهم من الشرح، فكان لازم ان انا ارجع للاسئله اللي مستواها اعلى. الحمد لله انا عرفت الطريق الصح بس متاخر، وده في الاخر ضرني ان انا بقيت مضغوطه اكتر، وبرده لسه ما كانش مستواي حلو في الباب الاول والتاني، فاحتجت مجهود اكبر وان انا اشوف حصص من على اليوتيوب، وان انا اتعب نفسي اكتر شويه عن زمايلي اللي حواليا علشان خاطر اقدر الم الباب الاول والتاني اللي كانوا واقعين مني. علشان كده انا بقول لكم ان دي من الحاجات اللي انا ندمانه عليها. تاني حاجة انا ندمانة عليها في الفيزياء جدا هي ان انا بعد ما خلاص عملت كل اللي اقدر عليه وعملت كل اللي عليا وحليت على قد ما اقدر وخلاص، في ليالي الامتحان كنت بخوف نفسي اكتر من اللازم وبوتر نفسي اكتر من اللازم. كنت بقعد اقول لنفسي انا طول عمري ما كنتش كويسه في الفيزياء، حاجه دلوقتي واحل كويس في امتحان الثانويه العامه اللي بيبقى اكيد صعب، حاجه دلوقتي واحل كويس في الامتحان اللي ممكن اسئلته تبقى اول مره كلها اشوفها، مخي مش هيعرف ان هو يحور مع السؤال مهما كنت حليت. كنت بقعد بقى اخوف نفسي بالحاجات دي، قعدت اخوف نفسي واوتر نفسي واحسس نفسي ان انا ما اقدرش وان انا مش هقدر اجيب درجه حلوه في الامتحان. انا الامتحان بتاع الفيزياء ممكن يوقعني، رغم ان انا في الامتحانات اللي فاتت كانت العربي والايطالي والكيمياء كنت حاسه ان انا حله كويس فيهم لان انا بحبهم الحمد لله، وكنت خلاص عملت كل اللي اقدر عليه فيهم، فكنت حاسه ان انا تمام، انا عملت اللي عليا وحليت كمان تمام في الامتحان. في الامتحان بتاع الفيزياء بقى ده ممكن الفيزياء دي توقعني، تضيع لي كل اللي انا عملته، مجهود السنه كله يروح، السنه كلها اصلا تروح مني، ما ادخلش الكليه اللي انا عايزاها، اعمل ايه؟ قعدت اوتر واخوف نفسي جدا 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 ليالي الامتحان، وبالاخص اخر يوم اللي هو قبل الامتحان خالص، فما عرفتش انام بالليل. ودي كانت اكبر غلطه عملتها في حياتي كلها، مش بس في الفيزياء او في الثانويه العامه، في حياتي حرفيا. انا اتكلمت عن الغلطه دي في فيديو قبل كده على فكره، الفيديو ده اهو، اتكلمت لكم قلت لكم كل حاجه كانت حصلت معايا ليله الامتحان ده بالتفصيل، فهحط لكم اللينك بتاع الفيديو في اول كومنت وفي الديسكربشن. وانا مش جايه احكي لكم قصه تاني اللي حصلت بالظبط وان انا ما نمتش والحاجات دي كلها، انا جايه بس اقول لكم ان دي تاني اكتر حاجه انا ندمانه عليها في الفيزياء. ويا جماعه نصيحه مني، محدش يقعد يخوف نفسه بالطريقه دي خالص، اللي عمل اللي عليه خلاص انتهى الموضوع، خلاص انت عملت اللي عليك خلاص، مالكش دعوه، ما تفكرش في اي حاجه تانية، ما تفكرش في شكل الامتحان هيبقى عامل ازاي، ما تفكرش في النتيجه هتبقى عامله ازاي، ما تفكرش في هل انت هتعرف تحل ولا لا، مش انت عملت اللي عليك، مش انت حليت اثناء السنه، مش انت جبت اخرك، حتى لو اللي عليك ده كان اقل من زمايلك وهم عملوا اكتر، خلاص ده قدرتك، ده خلاص طاقتك، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكرمك زيك زيهم بالظبط علشان انت جبت اخرك، عملت كل اللي قدرت عليه، مش عشان خاطر انت ذاكرت اكتر او هم ذاكروا اكتر، مش ده المقياس. المقياس انك تعمل كل اللي تقدر عليه وتدعي ربنا كتير جدا. بجد انتوا مش متخيلين الدعاء فرق معايا قد ايه.
حابه اقول لكم انه فرق معايا لدرجه انه خلاني اقفل الانجليش بعد ما كان ممكن ابقى ناقصه درجتين فيه، بسبب دعاء دعيته في وقت معين كده. فبجد بجد بجد الدعاء اهم حاجه. عملت كل اللي تقدر عليه وبتدعي خلاص، سواء بقى حصلت معاك ظروف اثناء السنه عطلتك وقفتك، حاجات اتراكمت عليك، ايا كان انت بتعمل كل اللي تقدر عليه، بتجيب اخرك خالص خالص خالص، خلاص كده ربنا هيكرمك. ما بتمشيش ورا كلمه شغفي خلاص، انا خلاص زهقت من ايه؟ زهقت من ايه؟ انت ايه وراك او ايه عندك غير انت تذاكر؟ ده شغلك، ده عملك، لازم تتقن عملك ده. مش ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نتقن العمل؟ فانت لازم تتقن عملك ده، لان هو ده الدراسه دي هي عملك دلوقتي. انت لازم يبقى عندك ضمير في الشغل اللي انت بتشتغله ده اللي هو الدراسه. لازم تبقى دايما بتقول لنفسك ان مفيش حاجه اسمها انا زهقت، مفيش حاجه اسمها انا تعبت، مفيش حاجه اسمها خلاص فقدت الشغف، مفيش حاجه اسمها الحاجات دي كلها. فقدت الشغف بتاعك وحاسس انت مش قادر تكمل ونفسيتك وحشه ومش حاسس انك عايز تذاكر تاني، روح اعمل حاجه بتحبها تجدد بيها طاقتك. روح اتفرج على فيلم، انزل اخرج شويه ساعتين 3، اي حاجه تجدد بيها طاقتك دي وتبقى عايز انك تذاكر تاني وعندك استعداد انك تكمل ومش واقف خلاص فاقد الشغف وفاقد وملكش نفس والحاجات دي كلها. طالما انت حاسس انك خلاص بقى مش عايز تكمل مذاكره، اعمل حاجه بتحبها وارجع كمل مذاكره. ما هو ده شغلك، لازم تكمله، لازم تعمله على اكمل وجه لو انت عايز تبقى فعلا ناجح ومميز. لو مش عايز تبقى ناجح ولا مميز ولا عايز تبقى حاجه حلوه، خلاص ما تعملش اللي عليك، مفيش اي مشكله. ما حدش في الاخر هيخسر غيرك ولا حد هيستفيد غيرك. زي ما قلت لكم انتم الوحيدين اللي مستفيدين في يوم النتيجه او متضررين. عيلتك هتزعل بس مش هي اللي هتعيش بالكليه دي بعد كده، مش هي اللي هتعيش بالمجموع ده بعد كده، انت اللي هتعيش بيه وانت اللي هتعيش حياتك كلها، يا اما في المكان اللي نفسك فيه يا اما في مكان عمرك ما كنت تتمناه، علشان انت ما عملتش اللي عليك. لكن اللي عمل كل اللي يقدر عليه وما دخلش الكليه اللي هو عايزها، فتاكد ان ده الخير ليك. خلي جواك يقين ان ربنا سبحانه وتعالى مش بيظلم حد ولا بيضر حد ولا هيدخلك حاجه في الاخر تعيشك تعيس، استحاله. بالعكس انت كان ممكن تبقى تعيس لو دخلت الكليه اللي انت عايزها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه. ان شاء الله كمان في فيديو تاني هينزل قريب بجهز له برضو، بس ادعولي علشان عندي كذا حاجه الفتره دي. وربنا يوفقكم يا رب ويكون في عونكم وتخلصوا السنه دي على خير وتحققوا كل اللي نفسكم فيه.